أول ما تمسك الفاتورة بتقول يا نهار أبيض، هما بيشحنوها دهب ولا إيه؟ اهدي شوية وتعالى نفهم الكهرباء دي أصلا جاية منين؟ هو في زرار كبير كده في مدينة الإنتاج الإعلامي نولع منه مصر كلها ونطفيها قبل ما ننام؟ ولا في جن ساكن جنب محطة السخنة كل شوية يولع ويطفي على مزاجه؟ بص يا معلمي، خليني أقولك الحقيقة، الموضوع أعقد بكتير من زرار أو جني. دي شبكة ضخمة، بلد كاملة شغالة 24 ساعة، محطات، غاز، رياح، شمس، وحكاية كبيرة محدش بيقولها كاملة. وأنا أوعدك في الحلقة دي هتفهم الكهرباء جاية منين، ليه الأسعار بتتغير، وإزاي محطة الضبعة النووية هتقلب الترابيزة قدام كام سنة. بس قبل ما نغوص يا معلمي، انزل تحت كده دوس لايك واشترك في القناة لو لسه جديد، وفعل الجرس عشان الحلقات اللي جاية نار حرفياً، مش هتحب تفوت منها ولا ثانية. يلا بينا نولع الحكاية من أولها. بص يا صاحبي، إحنا عندنا عادة لطيفة كده في مصر، نزعق ونمسك الفاتورة نقول يا نهار أبيض، قبل ما نسأل نفسنا السؤال الأساسي، الكهرباء دي جاية منين أصلاً؟ إحنا بنشوف النور ولع فنزعق للفواتير، لكن محدش بيسأل مين اللي مشغل البلد، وإزاي الشبكة دي واقفة على رجليها أصلاً. وعشان كده الحلقة دي مختلفة. إحنا النهاردة هنفتح لك مطبخ الطاقة في مصر من جوه، هتشوف بعينك مين اللي بيولع الشبكة، ومين اللي بيشيل الحمل الأكبر، ومين اللي لسه جاي في الطريق وهيلخبط قواعد اللعبة كلها. يعني في الآخر مش هتعرف بس الكهرباء جاية منين، لأ، هتعرف مين اللي ماسك الخيوط، وإيه اللي بيحصل قبل ما اللمبة اللي فوق دماغك تنور. أغلب الكهرباء اللي بتنور عندك في البيت يا صاحبي جاية من الغاز الطبيعي. يعني وانت ماسك الفاتورة افتكر إن البطل الحقيقي اللي شايل الشبكة هو الغاز. مصر عندها محطات غاز مش عادية، دي وحوش طاقة. العاصمة الإدارية قلب الشبكة في القاهرة، بتغطي ملايين وبتشيل الضغط من غير ما تتنفس. البروليس بيتنا البحرية على الساحل الشمالي، محطة تقيلة وركيزة مهمة جدا للشبكة. بني سويف من أكبر محطات مصر، قدرتها تكفي مناطق ضخمة من القاهرة لحد الصعيد. طب المحطات دي بتشتغل إزاي؟ الموضوع بسيط لما نهديه. الغاز الطبيعي بيتحرق في توربينات عملاقة، الحرق بيطلع حرارة وبخار، البخار يلف التوربين، وحركة التوربين تتحول لكهرباء تدخل الشبكة وتوصل لبيتك. يعني أغلب كهرباء مصر ماشية على نظام توليد بخاري بالغاز، وده اللي مخلي الغاز العمود الفقري للشبكة. احنا بنتكلم في حوالي 90% من كهرباء مصر جاية من الغاز الطبيعي، وال10% الباقيين من الشمس والرياح ومصادر تانية. وده يوريك قد إيه الغاز لو وقف البلد كلها هتقول يا نهار أبيض. ولو دخلت محطة من دول هتحس نفسك في فيلم ترانسفورمرز، صوت توربينات عامل زي طيارات هليكوبتر، حرارة ونار محمية، مراوح عملاقة، وتكنولوجيا من اللي تقعد تتفرج عليها بالساعات. وفي الآخر كل ده بينتهي عند لمبة صغيرة بتولع فوق دماغك في الأوضة. أهميتها بالنسبة لك بسيطة، الكهرباء في بيتك ما تقطعش، المصانع تشتغل، الاقتصاد يتحرك، ولو محطة وقفت دقيقة باقي المحطات تكمل وتسد مكانها. يعني باختصار يا صاحبي، ورا كل لمبة منورة في بيتك في معركة نار وصوت وتكنولوجيا، بس كله معمول عشان اللحظة اللي تنور فيها أوضتك بسلاسة. بعد ما اتكلمنا عن محطات الغاز العادية اللي شغالة 24 ساعة، تعال ندخل على حاجة اسمها محطات الدورة المركبة. الاسم شكله غريب شوية، بس الفكرة بسيطة وذكية جدا. المحطة العادية بتشتغل كده، الغاز يولع، التوربين يلف، كهرباء تطلع وتخش الشبكة، خلصت القصة. لكن في الدورة المركبة مفيش حاجة اسمها خلصت القصة، لا، هم بيستغلوا نفس النار مرتين. أول مرحلة الغاز يولع، التوربين الأول يشتغل وتطلع كهرباء. تاني مرحلة الحرارة اللي خارجة من التوربين ما بتروحش في الهواء، بيتجمع منها بخار سخن جدا، البخار ده يدخل على توربين تاني ويطلع كهرباء إضافية. يعني نفس كمية الغاز اللي بتشتغل في محطة عادية هنا بتتحول لمصدرين كهرباء بدل واحد، زي واحد يعصر ليمونة وبعدين يعصرها تاني يطلع منها ضعف العصير. عشان كده سموها دورة مركبة، لأنها عبارة عن دورتين فوق بعض، دورة غازية ودورة بخارية، شغالين في نفس الوقت. ولأنها أذكى وأكفأ، المحطات دي بتطلع كهرباء أكتر كتير. يعني لو محطة غاز عادية بتنتج 500 ميجا وات، الدورة المركبة ممكن توصل ل 900 أو حتى 1000 ميجا وات من نفس كمية الغاز، ضعف الإنتاج من نفس الموارد. وده مهم جدا لمصر، إحنا بنوفر غاز، بنقلل الضغط على الشبكة،
وبنطلع كهرباء أكتر من غير ما نستهلك موارد زيادة. عشان كده تلاقي محطات ضخمة زي بني سويف والبرلس متصممة على النظام ده بالذات. ولو دخلت محطة دورة مركبة هتحس كأنك دخلت مطبخ شيف محترف. نفس المكونات، لكن الوصفة طالعة ضعف الحجم. غاز، توربين، بخار، وراهم شغل هندسي تقيل. وفي الآخر لمبة منورة في أوضتك وفاتورة أخف شوية. طيب يا صاحبي، بعد ما خلصنا حكاية الغاز ومحطات الدورة المركبة، تعال نروح لمنطقة مختلفة خالص. الطاقة المتجددة، يعني الشمس اللي بتلسعنا في الصيف والرياح اللي بتهب علينا من غير ما تسأل حد. الحاجات دي بقت لاعب أساسي في كهرباء مصر، وشغالة في الخلفية كده بهدوء، بس تأثيرها جامد. أول حاجة الطاقة الشمسية. أنت عارف إن عندنا في أسوان بنبان أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم؟ طب الشمس دي بتتحول لإيه؟ كهرباء. بس إزاي؟ الأشعة تضرب الألواح. الألواح فيها مادة شبه موصلة. الإلكترونات تتحمس وتتحرك. نلاقي تيار كهرباء طالع اسمه دي سي. بس الشبكة عندنا تشتغل اي سي. فندخل على جهاز اسمه انفرتر يقلب التيار ويجهزه للشبكة. بعدها الكهرباء تعدي على محطات فرعية تتوزع على المدن والمصانع، وفي الآخر لمبة في أوضتك تنور من شمس الصحراء. علشان بس تبقى فاهم حجم الموضوع، محطة شمسية 1 ميجاوات تكفي حوالي 700 ل 800 بيت. تخيل بقى ملايين الألواح في بنبان شغالة ليل ونهار عشان تغذي مصانع ومدن كاملة. نروح بقى للرياح. جبل الزيت، هناك توربينات قد كده فوق أبراج طويلة عشان تاخد الرياح بأقصى سرعة. الرياح تلف الشفرات، الشفرات تحرك محور، المحور يدخل مولد، المولد يطلع كهرباء. نفس الفكرة، تتحول لطاقة وتدخل الشبكة وتتوزع عليك. توربين واحد بس في جبل الزيت يقدر يولد 2 ل 3 ميجاوات، يعني حوالي 1500 بيت. ومصر عندها مئات التوربينات، فالموضوع مش لعب عيال. طب ليه كل ده مهم؟ ببساطة، كل كيلووات جاي من الشمس أو الرياح بيوفر غاز طبيعي، والغاز ده قيمة نستخدمه في مصانع، تصدير، اقتصاد. غير إن الطاقة المتجددة بتقوي الشبكة، تقلل الانقطاعات، وتخلي مصر ماشية لقدام إنها تبقى مركز طاقة كبير في المنطقة. وكله كمان صديق للبيئة، يعني هوا أنظف وكربون أقل. وبصراحة الموضوع ليه جانب كوميدي شوية. الشمس في بنبان شغالة كأنها موظف ملتزم ما بيغيبش، والرياح في جبل الزيت بتلف في التوربينات كأنها بتجري سباق فورمولا واحد. وفي النهاية اللمبة عندك بتنور بمنتهى البراءة من غير ما توقف حياتنا على الغاز. يعني لأ، الشمس والرياح مش ديكور، دول في الخدمة وعاملين شغل جامد بيدفع مصر لقدام بخطوات كبيرة. بعد ما خلصنا الغاز والدورة المركبة والطاقة الشمسية والرياح، تعال نطلع مستوى أعلى شوية. ده احنا مش بس بنولع الكهرباء لجوه البلد، لأ ده في لعبة أكبر شغالة اسمها الربط الكهربائي الدولي. الفكرة ببساطة إن كهرباء مصر مش محبوسة جوه الحدود. في كابلات عملاقة ماشية تحت الأرض وتحت البحر، مربوطة بدول حوالينا. نقدر نبعت لهم كهرباء ونستقبل منهم لو عندنا ضغط على الشبكة. يعني الموضوع عامل زي شبكة طرق إقليمية، بس بدل العربيات ماشي فيها كهرباء. مصر مربوطة بالسعودية مثلاً بكابل HVDC تحت البحر الأحمر. ده مش مجرد كابل والسلام، ده شريان طاقة. لو عندنا زيادة نبعتها لهم، لو عندنا ضغط ناخد منهم اللي يكفي ويرجع الشبكة ثابتة. وبرضه في ربط مع ليبيا، كابل أرضي بين الشبكتين مفيد جدا خصوصا للمناطق الحدودية. ومع السودان كابل بيوصل شمال السودان بصعيد مصر، بيخلي الكهرباء بين البلدين ماشية رايح جاي حسب الاحتياج. واللي جاي أهم، الربط مع اليونان وقبرص. المشروع ده لما يشتغل كامل، مصر هتدخل رسمياً في سوق كهرباء أوروبي، يعني نصدر كهرباء للاتحاد الأوروبي، وتبقى مصر مركز طاقة حقيقي في البحر المتوسط. طب إزاي ده بيشتغل؟ الربط ده معمول بكابلات جهد عالي جداً HVDC، دي بتعدي الكهرباء بسرعات عالية ومن غير خسارة كبيرة. فالفكرة إن أي ضغط بيحصل في الشبكة نقدر نعوضه في ثواني من دولة تانية، ولو عندنا فائض بنصدره. فبقينا جزء من شبكة ضخمة مش وحدنا. طب ده يهم المواطن في إيه؟ يهمك جداً، لأنه معناه استقرار أعلى في الكهرباء وأقل انقطاعات. مفيش اعتماد على نوع واحد من الطاقة بس، ده فيه تنوع
ومصادر متعددة، وفي نفس الوقت التصدير بيدخل فلوس للبلد، والبلد بتكبر في قطاع الطاقة، وده بيصبي في مصلحتك على المدى الطويل. وبص يا صاحبي، لو عايز تفهم الموضوع بطريقة أبسط، الكهرباء عندنا بقت عاملة زي شبكة سوشيال ميديا دولية. لو عندنا فصل، السعودية تبعت لنا، لو عندنا زيادة نبعتها لليونان وقبرص، والكل مبسوط، والمصابيح بتنور من غير ما الشبكة تتوتر. يعني مصر مش بقت بتولع لمبة وخلاص، لأ، دي دلوقتي جزء من شبكة كهرباء إقليمية كبيرة شغالة رايح جاي، وبتقوي موقف البلد يوم بعد يوم. بعد كل اللي حكيناه عن الغاز والدورة المركبة والشمس والرياح، جه الوقت ندخل على الحتة التقيلة فعلا. نفسه بيتصرف تلقائي من غير ما حد يجري ورا أزرار ولا يحاول يلحق الليلة. تاني حاجة، فيها نظام إطفاء ذاتي. يعني لو الحرارة عليت أو حصل طارئ، المحطة تطفي نفسها لوحدها، كأنها مركبة جواها زرار ستوب بيشتغل تلقائي. ولا بقى أفلام فيها واحد بيجري بيقول اضغط الزرار الأحمر قبل ما ننفجر. تالت نقطة، المحطة محمية بطبقات كتير جدا، خرسانة مسلحة سميكة، أنظمة تبريد احتياطية، أجهزة مراقبة شغالة 24 ساعة. أي مشكلة صغيرة بتتلقط وتتحل قبل ما يقرب منها خطر أصلاً. ناس سافروا، اتدربوا واشتغلوا على نماذج حقيقية. يعني حتى لو حصل موقف، في فريق فاهم وواقف جاهز. ولو عايزها بأسلوب بسيط، الضبعة النووية مش فيلم رعب نووي، دي محطة متجهزة ومأمنة، ووراها تكنولوجيا وأنظمة حماية من كل اتجاه. وكل ده عشان لمبة في أوضتك تشتغل بأمان تام من غير ما تفكر حتى هي جاية منين. بعد ما عرفنا ليه الضبعة بتتبني وطمنا إن المحطة آمنة ومصممة بأعلى تكنولوجيا، يجي السؤال اللي كل الناس مستنياه: المحطة دي هتولد قد إيه كهرباء؟ وهتوفر علينا قد إيه غاز؟ وهتفرق معانا في إيه كدولة وكأفراد؟ أول نقطة، القدرة الإنتاجية. الضبعة مش محطة صغيرة، دي فيها 4 وحدات نووية، كل واحدة بقدرة 1200 ميجاوات. يعني إجمالي الإنتاج حوالي 4800 ميجاوات، رقم ضخم بيغطي جزء كبير جدا من احتياجات الشبكة، ويقلل الحمل على محطات الغاز اللي شغالة 24 ساعة. تاني نقطة، توفير الغاز الطبيعي. دلوقتي محطات الغاز بتاكل كميات مهولة من الغاز يومياً عشان تولد كهرباء. مع تشغيل الضبعة، مصر هتوفر 7 إلى 8 مليار متر مكعب غاز سنوياً من غير ما نطفي لمبة واحدة. الغاز ده نقدر نعمل بيه إيه؟ كتير جداً. نستخدمه في مصانع تقيلة محتاجة طاقة ثابتة، نوجهه لصناعة الكيماويات والبترول، نصدر جزء منه ونجيب عملة صعبة، أو نحتفظ بيه كاحتياطي استراتيجي للسنين الجاية. يعني الضبعة مش بس هتولد كهرباء، دي كمان هتفتح باب اقتصاد كامل حوالين الغاز اللي هنوفره. تالت نقطة، تأثيرها المباشر عليك كمواطن. لما عندك مصدر كهرباء ثابت وعملاق زي الضبعة، الانقطاعات هتقل جدا، الشبكة هتبقى أهدى واستقرارها أعلى. تكلفة إنتاج الكهرباء نفسها هتنزل مع الوقت، لأن النووي أرخص من الغاز لما يشتغل على المدى الطويل. يعني مش بس البيوت هتستفيد، ده المصانع، المستشفيات، المشاريع الكبيرة، كل دول هياخدوا كهرباء ثابتة وقوية على مدار السنة. آخر نقطة، الفايدة الاقتصادية للدولة. لما الإنتاج يعلى، بعد ما عرفنا قد إيه الضبعة هتولد كهرباء، طبيعي يجي السؤال اللي كل الناس بتسأله: ليه الروس؟ ليه ما عملناش المحطة لوحدنا؟ وإيه اللي مخلي روسيا بالذات شريكة في المشروع ده؟ أول حاجة، الخبرة. الروس عندهم تاريخ طويل جدا في المحطات النووية، مش 10 سنين ولا 20، ده عقود من الشغل، ومحطات شغالة في نص العالم. فمصر لما اختارت روسيا ما كانتش بتدور على أرخص سعر، لأ، كانت بتدور على أعلى خبرة. مشروع بالحجم ده لازم يكون مع شركة نووية تقيلة وتاريخها جامد. تاني حاجة، التمويل. المشروع ضخم، بتتكلم في حوالي 30 مليار دولار. الروس بيمولوا جزء كبير منه بقرض طويل الأجل، ومعاه دعم فني، وده معناه إن مصر تقدر تعمل المشروع من غير ما تكسر ميزانيتها أو توقف مشاريع تانية. تالت حاجة، التشغيل والصيانة. المحطات النووية محتاجة متابعة دقيقة جدا. الروس هيبقوا موجودين في الأول عشان يشغلوا الوحدات ويتأكدوا إن كل حاجة ماشية بأعلى أمان، وبعد فترة المصريين هم اللي هيمسكوا كل حاجة بالكامل. نيجي لأهم جزء، تدريب المصريين. كل مهندس
كل مشغل، كل فني بيتدرب على أعلى مستوى في تكنولوجيا النووي. ده معناه إن الخبرة مش هتفضل عند الروس، دي هتتنقل لمصر، وهتبقى عندنا كوادر نووية مصرية معتمدة عالمياً. يعني الضبعة مش مجرد محطة، دي مدرسة كبيرة جداً بتعمل نقل تكنولوجيا من دولة بخبرة نووية لعقود لدولة بتبني مستقبلها الطاقي. ولو عايزها بالبلدي، الروس مش جايين يعملوا لنا محطة ويقولوا اتفضلوا يا جماعة احنا خلصنا. لا، دول جايين بخبرة وبتمويل وبتدريب، واحنا اللي هنستلم المفتاح في الآخر. وفي النهاية كل ده عشان لمبة أوضتك تشتغل بثبات، ومصنع بلدك يشتغل من غير ما يخاف، ومصر تدخل عصر نووي محترم بإيد ناسها. بعد ما شرحنا كل حاجة عن الضبعة النووية، جه الوقت نسأل المواطن هيفرق معاه إيه؟ الجواب اختصار: هيفرق جداً، وهتحس بالفرق يومياً. أول حاجة استقرار الكهرباء. لمبات البيوت هتشتغل من غير تقطيع، والمصانع والمستشفيات والمدارس هتشتغل عادي حتى في أوقات الذروة أو الحر الشديد. يعني الصيف وجه، الشبكة جاهزة، ومفيش أي قلق على الكهرباء. تاني حاجة أقل استهلاك للغاز الطبيعي. المحطة النووية هتولد جزء كبير من الكهرباء بدل الغاز، وده معناه توفير مليارات الأمتار المكعبة من الغاز سنوياً. الغاز اللي توفر ممكن نستخدمه في المصانع، الصناعة البترولية والكيماوية، أو نصدر جزء منه، مصدر دخل إضافي للبلد. تالت حاجة تكلفة الكهرباء على المدى الطويل. في البداية المشروع كبير والتمويل عالي، لكن بعد كام سنة الكهرباء الناتجة من الضبعة هتكون أرخص بكتير من الغاز الطبيعي. يعني فاتورة أقل، كهرباء أكثر، واستقرار مضمون. ورابع حاجة مثال عملي على تأثيرها عليك. لو عندك لمبة 60 واط في بيتك، غالباً شغالة من محطات الغاز التقليدية، بعد تشغيل الضبعة نفس اللمبة هتشتغل من مصدر نووي مضمون، ثابت وأرخص. حتى المروحة والتكييف هيشتغلوا بشكل أكتر استقراراً وأقل تكلفة. ولو عايزها بالبلدي، الضبعة النووية مش مجرد مبنى كبير، ده الحارس الشخصي لمصابيح بيتك. ده السبب اللي هيخلي المصانع والمستشفيات مش تقول يا ساتر الكهرباء فصلت. والنتيجة بعد كام سنة هتحس إن البلد بقت أقوى، الغاز أقل استهلاك، والفاتورة أخف شوية، والنور في كل أوضة بينور زي الساعة. وبصراحة عشان الاقتصاد يكون قوي والمصانع تشتغل على طول والاستثمارات تكبر، لازم يكون عندنا شبكة كهرباء قوية تتحمل كل الضغط. يعني مش بس لمبة في البيت، ده كمان المصانع الكبيرة، المشاريع الجديدة والمستشفيات، كلها محتاجة كهرباء ثابتة وقادرة تتحمل أي استخدام عالي بدون أي انقطاع. وده بالظبط اللي الضبعة النووية وغيرها من المحطات بتوفره: شبكة قوية، موارد متنوعة، واستقرار على المدى الطويل. الخلاصة يا صاحبي، بعد كل اللي شفناه، الكهرباء في مصر مش زرار واحد نولعه ونطفيه، ده شبكة كبيرة ومعقدة بتتغذى من الغاز، الدورة المركبة، الشمس، الرياح، وكمان الضبعة النووية. محطات الغاز والدورة المركبة بتضمن التشغيل اليومي، الشمس والرياح بيدخلوا اللعبة ويقللوا الضغط على الغاز، والضبعة النووية دي الحارس الشخصي للشبكة. استقرار في الكهرباء، كهرباء أكتر، تكلفة أقل على المدى الطويل، وكمان فرصة لتصدير الكهرباء وتنمية الصناعة. وكمان الربط الدولي مع السعودية، ليبيا، السودان، وفي الطريق مع اليونان وقبرص. مصر دلوقتي جزء من شبكة كهرباء إقليمية ضخمة. يعني باختصار، لمبة في أوضتك مش مجرد ضوء، وراها ساعات وشهور وشبكة عملاقة شغالة 24 ساعة عشانها. ولو عجبك اللي شفته وعرفت دلوقتي الكهرباء في مصر جاية منين، دوس لايك، شارك الفيديو مع أصحابك، واشترك في القناة عشان كل جديد يوصلك. وما تنساش تعمل جرس التنبيه، وبكده تبقى عرفت كل حاجة، من الغاز للدورة المركبة، من الشمس والرياح للضبعة النووية، ومن الشبكة المحلية للربط الدولي. وكل ده عشان لمبتك تشتغل من غير أي مشاكل.